انا الفتره دي بتابع مسلسل بصراحه عاجبني جدا وشددني من اول حلقه لحد دلوقتي، انا متابعه لحظه بلحظه. المسلسل والحدوته حلوين جدا ومشدين ان انت تتفرج عليهم. المسلسل هو بطل العالم لعصام عمر، وبصراحه انا عاجبني اختيارات عصام عمر الفترة دي. يعني بصراحة في الجيل ده لحد دلوقتي أنا من أنصار عصام عمر. يعني الراجل ده بحب اختياراته جدا وشايفه ممثل بوتنشال عالي جدا، فأنا بحب الاختيارات بتاعته. يعني أنا من الناس اللي بترقب جدا الحاجات اللي بيعملها عصام عمر، من أوائل الناس اللي بستنى حاجات عصام عمر كأفلام أو مسلسلات. بحب اختياراته ودماغه بصراحة عجباني جدا. حدوتة المسلسل بسيطة جدا، بتحكي عن صلاح الحريف، كان ملاكم سابق ولكن اتجه ان هو يبقى حارس خاص، فبتجيله شغلانه لبنت عايزه تحمي نفسها من شخص بيهددها ان هو كان ليه فلوس على والدها اللي توفى، اداها مهله ان هي ترجع الفلوس دي، فبتلجأ ان هي يبقى معاها حارس خاص، فبتروح لصلاح الحريف وهما الاتنين بيشقوا طريق مع بعض ان هما بيدوروا على فلوس والدها اللي توفى عشان يرجعوا الفلوس للمحروق اللي بيلعب دوره فتحي عبد الوهاب. وبصراحه فتحي عبد الوهاب في المسلسل ده هو شايل النص جدا من القصه، وشخصيه دنيا اللي بتلعبها جيهان الشماشري بصراحه حاسس الاداء متواضع جدا، مش اقوى حاجه، نظرا ان مفيش مشاهد صعبه اتعرضت ليها فطلعت منها ماستر سين كتير. وكمان دور احمد عبد الحميد في شخصيه ريعو، والثنائيه بينه وبين عصام عمر واحده من احلى الكيمستري في المسلسل جدا. وبصراحه بستنى المشاهد بتاعتهم على طول في المسلسل لحد دلوقتي في شويه حاجات يعني بصراحه ما عجبتنيش لحد دلوقتي. يعني قصه فهمنا ان هي بتحكي عن شخص كان ملاكم سابق ودلوقتي بقى حارس خاص، بس لحد دلوقتي المؤلف هاني سرحان هو تحسه متاثر جدا بفيلم الحريف لمحمد خان. يعني احنا فهمنا ان شخصيه صلاح الحريف هو كان ملاكم سابق، بس ايه الحاجه اللي ادت ان هو يبطل الملاكمه؟ كان في كام مشهد فلاش باك لصلاح الحريف بس ما لحد دلوقتي برضه ما عرفناش ايه السبب ان هو يبطل. علاقته بوالده كابتن يوسف اللي بيعملها محمد لطفي، والحاجه اللي حصلت ما بينهم زمان ادت ان هما متخاصمين، فالحاجه دي لحد دلوقتي ما اتكشفتش. اتمنى يعني باقي 3 حلقات او 4 حلقات الفاضلين نعرف السر ده. وعامة يعني كان المفروض الحاجات دي نعرفها من بدري قوي شويه. المفروض بصراحه ان في كل بدايه حلقه يجيبوا لنا مشهد فلاش باك يعرفنا حاجه من الحدوته دي، بس لحد دلوقتي ما فيش حاجه بتحصل. يمكن في شويه خطوط فرعيه في المسلسل مش مهمه قوي بصراحه. فبصراحه لحد دلوقتي انا مستمتع جدا بالمسلسل، الريتم بتاعه عالي جدا، مفيش لحظه ملل هتحس بيها في اوقات من المسلسل. فلو مش بتتفرج على المسلسل ده بصراحه بحب ارشح لك المسلسل ده تتفرج عليه. وطبعا ما تنساش تعمل لي لايك وفولو لو عايز تشوفني تاني. ويلا سلام.